سلام الله عليكم إخواني أخواتي، نتمنى من الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو هذا الإخوان غادي نبارطاجي معكم الجلسة ديال اليوم. كما كتعرفوا الإخوان أن بالنسبة اليوم كاينه الجلسة ديال بوكريشة، وأكيد أننا غادي نهضروا على أساس الجلسة ديال البارح اللي كانت من بين بوكريشة وكاريزما، واكيد ان بالنسبه اليوم كاينه الجلسه ديال بوكريشة مع الطفل القصير ايا. راكم عارفين الاخوان بلي انه راه كاين بزاف ديال الجلسات بالنسبه لبوكريشة، واكيد انكم نتوما بغيتوا المستجدات حول هذه الجلسه هذه، شنو وقع فيها بالضبط، واش تم النطق بالحكم او لا شي حاجه، شنو هما الامور اللي وقعت في ديك الجلسه ديال بوكريشة. غادي نناقشوا الاخوان كلتا الجلستين ديال البارح وديال اليوم، واكيد انا غادي نعطيكم الراي ديالي حول هذا الشيء كامل اللي واقع، وغادي نهضر على اساس الخرجه اللي خرجها الدفاع ديال الطفل القصير اللي هي ايا، اللي هضر على اساس هذا الموضوع هذا ووضح لنا مزيان شنو واقع بالضبط. واكيد انه غادي نهضروا على شي امور اخرى اللي معلقه او اللي متعلقه بالجلسه، واش فعلا تم اصدار الحكم او لا وقعت شي امور او لا تم التاجيل ديالها. المهم اخوان باش انكم تسمعوا جميع التفاصيل ان شاء الله في هذا الفيديو هذا، بغيتكم تتابعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه، ونتمنى انكم تتابعوا الاخوان وما تبخلوش بينا باللايكات ديالكم وبالتعليق ديالكم سواء كانت ايجابيه ولا سلبيه، وما تنساوناش من البارطاج الاخوان، بارطاجيو لنا هذا الفيديو ديال اوسع نطاق ممكن باش انه يوصل كاع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. والان الاخوان على بركه الله ولا نطولوا ونقصروا وندخلوا مباشره في صلب الموضوع. كما قلت لكم غادي نهضروا على اساس الجلسه ديال اليوم، ولكن قبل ما ندخلوا للجلسه ديال اليوم غادي نهضر وغادي نعطيو واحد الاطلاله على اساس الجلسه ديال البارح اللي وقعت بين بوكريشة وكاوتر كاريزما. كما كتعرفوا الاخوان ان بالنسبه للبارح دازت الجلسه ديال بوكريشة، واكيد انه من بعد ما خرجات اللبنه السريعه من الجلسه ديال بوكريشة خرجات وبارطاجات مع الناس ولا مع المتتبعين بلي انه تم النطق بالحكم ديال انه صافي راه تم تبرئه بوكريشة من هذا الملف هذا وتشد البراءه ديالو. ولكن حنا كنتفاجئوا بلي ان كاريزما خرجات عاوتاني باللايف ديالها وكتجاوب السريعه وكتقول لها بلي انه ما كاين لا براءه ما كاين والو، داكشي كامل اللي بارطاجاته مع الناس مجرد خزعبلات واكاذيب. واش فعلا داكشي اللي قالته كاريزما هو اللي كاين او لا بالنسبه لذاك الكلام اللي قالته لبنى السريعه؟ فلهذا كما قلت لكم كاينين بزاف ديال التساؤلات بغينا نعرفوهم، ووجهنا ميساجات من طرف ديال بوكريشة كنقول لهم حقا خرجوا لنا وضحوا كيفاش، لان بالنسبه للبنه السريعه حطت لنا بعض الوثائق وكتقول بلي انه هذا هو دليل ديال انه تمت ادانه بوكريشة او بالنسبه لبوكريشة خدا البراءه ديالو. هادشي اللي قالت، ولكن ما كاينش لا اسم، ما كاين لا نسب، ما كاين حتى شي حاجه. شكون هما دوك الاشخاص؟ مجرد وثيقه كتبين بلي انه فعلا كاينه تم اصدار الحكم باش انه بلي انه صافي راه الحكم النهائي كيقولوا بلي انه راه السيد تم التبرئه ديالو من طرف دوك التهم اللي موجهه ليه. ولكن بالنسبه للاسم والنسب ما شفناش، حنا بغينا نعرفوا ونتاكدوا واش فعلا الكلام هذا صحيح ولا ماشي صحيح. والمعني بالامر انها خرجت ووضحات في اللايف كتقول بلي انه راه ما كاين لا براءه لا حتى شي حاجه، فقط ديك الانسانه كتخرج وكتبغي تحشر نفاها ولا كتخشي كرموستها في الامور اللي ما كتعنيهاش. وهذا الشيء كامل الاخوان انا بغيت غير نعرف كيفاش، واش حنا بغينا نتيقوا السريعه ولا بغينا نتيقوا كاريزما، وحده من الجوج. لان صراحه هذا الامر هذا اكيد انه كاين بزاف ديال الامور اللي صراحه بغينا نفهموها، ولكن الناس اللي معنيه بالامر ما كتفهمناش، حنا بغينا شي حاجه اللي تفهمنا. المهم هذا الامر هذا مازال غادي نبقشش عليه الاخوان وغادي نقلب وغادي نبارطاجي معكم اكيد خلاصه ديال هذا الامر هذا، واش فعلا ان القضيه ديال كاريزما واش تم تبرئه فيها ديال بوكريشة او لا او لا مجرد كلام كتقولوا السريعه. لانه صراحه حنا ولفنا ان السريعه ولات كتخرج وكدير الخرجات ديالها الكاذبه وكتكذب على المتتبعين ديالها باي طريقه ممكنه. لانه صراحه هي صدماتني على اساس انها فاش خرجت مباشره من الجلسه بارطاجات مع الناس الخبر مباشره باش انه تقول او باش انها تفرح حقا المتتبعين ديالها، لانها كتقول بغات تفرحهم وبغات تخبرهم بهذا الخبر الزوين لانه تم التبرئه ديال بوكريشة. المهم كما قلت لكم غنقلب وغنجيبوا عاوتاني الحقيقه ان شاء الله وغادي نبارطاجيو معكم كيف العاده. دابا الاخوان غادي نمشيو مباشره للجلسه الثانيه ديال اليوم. كما كتعرفوا الاخوان بالنسبه لهذه الجلسه الاخرى ديال ايا الطفل القصير اللي اكيد انها كتتابع قضائيا بوكريشة،
بسبب انه كان قال عليها بلي انها خلاطه وكتمشي وكتضرب الشيشه وكتخرج مع هذا مع كتمشي مع نواله. واكيد انا بالنسبه لديك الهضره يعني ما استحملاتهاش ودخلات يعني المرحله النفسيه ودخلت لواحد المرحله ديال الاكتئاب. واكيد انها عرضت نفسها للانتحار 3 ديال المرات الاخوان. واكيد انه بالنسبه لها هي بغات تاخذ الحق ديالها ومن حقها باش انك تاخذ الحق ديالها، لان هذا الانسان هذا يعني في ديك الفتره فاش ما كانتش بانت الابنه ديالو بلي انها حتى هي وقع عليها نفس المشكل، سبحان الله العظيم، يعني نفس المشكل اللي وقع الآية وقع دابا اليسرى. واكيد انه بالنسبه للاب ديال اليسرى اللي هو بوكريشه كان في ديك القطره كيخرج وكيتطاول على البنت وكيقول عليها بلي انك انت اللي غررتي بهذاك الولد اللي هو الاخ ديالو اللي دار هذيك الفعله، وقال عليها شتا حوايج. وبالنسبه لبعض الامور اخرى اللي ما غاديش نهضر عليها الاخوان، ما غاديش نقولهم كاملين، فقط نكتفي ببعض الامور اللي هي مختصره باش نبارطاجي معكم يعني دوك الامور اللي وقعوا في الجلسه ديال اليوم. بالنسبه للاخوان انه يعني الدفاع ديال الطفل القصير انه خرج ووضح لنا في المنبر الاعلامي وكيقول بلي انه حتى حاجه ما وقعت في ديك الجلسه ديال اليوم. علاش وكيفاش؟ حيتاش ان الدفاع ديال المتهم ما جاش، وبالنسبه للمتهم ما جاش حتى شي واحد ما حضرش في ديك الجلسه ديالو، يعني كانوا غائبين في الجلسه. واكيد انه تم تاجيل هذه الجلسه هذه حتى التاريخ تقريبا شهر 9 في 6 فاش غادي تكون عاوتاني المحاكمه وغادي تكون عاوتاني التقديم وغادي نكتشفوا شنو غادي يوقع بالضبط. ولكن كيقول لنا اولا كيبشرنا الدفاع ديال الايه كيقول بلي انه هذه الجلسه هذه فاش غادي يكون ان شاء الله يعني النطق بالحكم سواء كانوا ولا ما كانوش هما غادي يتم اصدار الحكم عليه. واكيد غادي نهضروا على شي امور اخرى اللي صراحه كتوقع في الكواليس، واكيد انه ما هضرتش عليها نهائيا، يعني شفت وسمعت. واكيد انه هما يعني الناس اللي كيهمهم الامر هما اللي قالوها، اللي هو الاب ديال ايه قال لك بالنسبه لبعض المتتبعين اللي كيتابعوا بوكريشه يعني عرضوا عليه فلوس باش انه يتنازل على اساس الشكايه اللي حطها يعني ضد بوكريشه وعلى اساس الابنه ديالو اللي تعرضت للتنمر من طرف بوكريشه. واكيد حنا كنعرفوا بلي ان الطفل القصير يعني الاب ديالها هو اللي مسير الامور، واكيد ان الطفل القصير هي اللي كتعطي الاراء ديالها. واكيد انا بالنسبه للاب فقط مجرد واحد الانسان اللي كيقوم بالواجب ديالو باغي يرد يعني الحق لبنته، ومن حقه ومن حقهم كاملين باش انهم يردوا الحق ديالهم. فلهذا كما قلت لكم الاخوان انه بالنسبه لهاد الامور هذه لاحظه تطور ملحوظ. وبالنسبه للاب ديال ايه تعرضوا عليه فلوس كثيره من طرف متتبعين، واكيد انهم مشاو حتى لعنده وقال له حقا نعطيوك ونفعلوا لك ونديروا لك. قال لك ماشي هما يعني السيده يعني كينفي بلي انهم هما اولا دوك الاطراف اللي معنيين بالامر، ولكن الاشخاص اللي كيبغيوهم ولا كيتبعوهم هما اللي مشاو وعرضوا عليه يعني فلوس كثيره باش انه يتنازل. وقال لهم حقا كالجواب ديالو في المحل ديالو، قال لهم حقا انا ما غاديش نتنازل على اساس الشرف ديال بنتي وما غاديش نتنازل على اي واحد تطاول على بنتي. والله يعطيك الصحه وبرافو عليك، وهذا الشيء اللي بغينا اي واحد يعني ما يشوفش غير الفلوس ويمشي ويميل للفلوس باش انه يتنازل، وانما خاصك تاخذ الحق ديال بنتك باي طريقه ممكنه. يعني انت عليك ما عليك الا انك تقوم بالواجب ديالك، وهذاك الشيء يعني واجب عليك انك ديرو، لان ديك الانسان اللي وقع لها المشكل هي بنتك. وبالنسبه لك كما صرحتي يعني في ذاك المنبر الاعلامي بانه يعني الاسره ديالكم كبيره بزاف وهما ما قدروش يستحملوا هذا الشيء كامل. باش انك ترد لهم الجميل ديالهم خاصك تابع الناس هذو قضائيا وينالوا العقوبه ديالهم. واكيد في ديك الوقيته ما تيبقى فيهم الحال، لانهم هما بقى فيهم الحال فاش شافوا دابا بلي ان الطفل القصير من عائلتهم كتعرض للتنمر كتعرض لبزاف ديال الامور. والحمد لله انها يعني ولات الحاله ديالها مستقره، ولات بخير، ولات يعني باغا باش انها تمشي تقرا ودير المستحيل باش انها ترضي الوالدين ديالها وتجيب نقطه متميزه باش انها يعني تبين لهم بانه هي يعني باغا ترد لهم الجميل ديالهم. فلهذا كما قلت لكم يعني كاين بزاف ديال الامور اللي صراحه ما بغيتش نبارطاجيها معكم، ولكن الاهم من هذه الامور هذه راني بارطاجيتها معكم. واكيد كما قلت لكم تم تاجيل الجلسه ديال الطفل القصير حتى الشهر 9 تقريبا في شهر 6 او لا عفوا في شهر 9 في نهار 6، يعني كيتخالطوا لي هادو الاخوان. وبالنسبه كما قلت لكم بشرنا الدفاع ديالها بانه ديك الجلسه ان شاء الله غادي ينطق الحكم النهائي واش غادي يتم المتابعه. وقال لك بانه راه بالنسبه للقانون غادي ينصف يعني الجانب ديال الطفل القاسي، لان هي اللي متضرره وهي اللي صراحه يعني وقع عليها بزاف ديال الامور اللي صراحه خاص تاخذ الحق ديالها. المهم اخوان داكشي اللي كاين في هذا لا فيديو هذا، نتمنى انه نال الاعجاب ديالكم. الا كنتي مازال ما اشتركتيش في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل ميزه زر الجرس باش يجيك كل جديد. وما تنساوناش الاخوان من لايك الفيديو واحد تعليق يكون تحفيزي، وما تنساوناش من البارطاج ديالكم بارطاجيو لنا الفيديو ديال اوسع نطاق ممكن باش انه يوصل كاع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. وشكرا على المتابعه والى اللقاء.